هنقسم عملية الهضم دي ل3 مراحل. أول ما بتاكل بروتين عملية المضغ بتشتغل، والغدد اللعابية برضه بتساعد في الموضوع ده، اللي اتكسروا من المعدة هيروحوا للأمعاء الدقيقة أو السمول انتست، بيبقى فيها مجموعة إنزيمات هاضمة بتكسر البروتين ده، ومن أهم الإنزيمات دي الكيموتريبسين والتريبسين. والأحماض الأمينية دي بقى وهي ماشية في الأمعاء بيحصل لها امتصاص، لازم تعدي على الكبد الأول قبل ما تتوزع على الدورة الدموية عشان تروح لخلايا الجسم كله. عمرك سألت نفسك قبل كده البروتين اللي بتاكله ده سواء من الأكل أو مكمل غذائي الجسم بيتعامل معاه إزاي وإيه اللي بيحصل له في جسمك وبيتوزع إزاي؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهارده. مبدئيا عاوزين نعرف البروتين بيتكون من إيه بالظبط عشان نفهم كل كلمة بنقولها في حلقة النهارده. البروتين مركب كبير ومعقد بيتكون من مجموعة من البيبتايد أو البيبتيدات اللي تتكون من الأحماض الأمينية أو الأمينو أسيد. يبقى الأحماض الأمينية أو الحمض الأميني ده الوحدة البنائية لتكوين البروتين. هديك مثال بسيط هتفهم منه الليلة كلها. كأن البروتين ده حيطة، والطوبة اللي بتكون الحيطة دي هي الحمض الأميني، اللي هو زي ما قلنا الحمض الأميني الوحدة البنائية للبروتين. أمال إيه البيبتيدات اللي قلنا عليها من شوية دي؟ البيبتيدات كأنك خدت كده كام طوبة من نفس الحيطة دي متقسمه بقى مجموعات، يبقى الطوبه الحمض الاميني شويه طوب مع بعض، ده بابتدات الحيطه كلها بقى ده البروتين. وللاسف ناس كتير فاكره ان اهميه البروتين او ان هو مهم عشان عضلات بس، بالعكس البروتين ليه دور مهم واساسي في عمليه الجروث او النمو بتاعنا وبنى واصلاح خلايا الجسم كله، من ضمنها طبعا العضلات. وعندك برضو الشعر والضوافر وليه دور كبير جدا في إنتاج هرمونات الجسم والإنزيمات في الجسم اللي ليهم دور مهم جدا في الوظائف الحيوية اللي جسمنا بيقوم بيها، وليه دور كبير كمان في المناعة. فحرفيا مفيش خلية في جسمك مش بتستخدم البروتين. والبروتين والأحماض الأمينية أكيد مش زي بعض، مش كلهم واحد، أكيد لأ. عدد الأحماض الأمينية اللي الجسم بيستخدمهم هم 20 حمض أميني بيتقسموا لمجموعتين كبار أساسيين. أول مجموعة دي الأحماض الأمينية الأساسية الإسينشال أمينو أسيد، ودول عددهم 9. والمجموعة الثانية الأحماض الأمينية الغير أساسية أو النون إسينشال أمينو أسيد، ودول عددهم 11. مش معنى كده إن الأساسية مهمة والغير أساسية مش مهمة، بالعكس ما ترجمش المصطلح حرف. أساسية يعني الجسم مش بيعرف يصنعها فمحتاج ياخدها من مصدر خارجي سواء الأكل أو المكملات. وغير أساسية الجسم بيعرف يصنعها عادي، لكن الاتنين مهمين والاتنين لهم وظائف كبيرة جدا في جسمنا. طيب إيه اللي بيحصل بقى في الجسم وللبروتين أول ما البروتين بيدخل جسمك وبيتوزع إزاي جوه الجسم والأعضاء، وإيه اللي بيحصل له في جهازك الهضمي؟ هنقسم عملية الهضم دي ل3 مراحل. أول مرحلة وهي الدايجيشن أو الهضم، تاني مرحلة الابزوربشن أو الامتصاص، تالت مرحلة وهي الميتابوليزم أو عملية الأيض. أول مرحلة الدايجيشن أو الهضم بتبدأ طبعا من الفم. أول ما بتاكل بروتين عملية المضغ بتشتغل، والغدد اللعابية برضه بتساعد في الموضوع ده. بعد كده الأكل ينزل يخش على المعدة. أول ما البروتين بيدخل المعدة حمض ال HCl أو الهيدروكلوريك أسيد ومعاه شوية إنزيمات تاني زي البيبسين وكمان حركة المعدة نفسها، كل ده بيساعد في تكسير البروتين جوه المعدة وبيكسر البروتين لشوية بولي بيبتايد. عرفت طبعا من شوية يعني إيه كلمة بيبتايد. بولي بقى دي يعني أكتر من بيبتايد متجمع مع بعض. وبعد المعدة نخش على الأمعاء. البولي بيبتايدز أو شوية البيبتيدات اللي اتكسروا من المعدة هيروحوا للأمعاء الدقيقة أو السمول انتست، وهنا بيحصل الماجوريتي أو العمليات الأساسية في تكسير وامتصاص البروتين. هنعرف دلوقتي. اول ما البروتين بيوصل الامعاء البنكرياس بيفرز العصاره البنكرياسيه البنكرياتيك جوز، بيبقى فيها مجموعه انزيمات هاضمه بتكسر البروتين ده، ومن اهم الانزيمات دي الكيموتريبسين والتريبسين. والتريبسين برضه لما بيطلع بيحفز مع انزيم تاني وهو البروتييز، ومجموعه الانزيمات دي كلها هتكسر البروتين الوحده البنائيه بتاعته. ايوه هي دي الحمض الاميني او الامينو اسيد. يبقى البروتين اتكسر في المعده لبولي بيبتايد او بيبتيدات، وفي الامعاء اتكسر البيبتيدات دي وبقت احماض امينيه، والاحماض الامينيه دي بقى وهي ماشيه في الامعاء بيحصل لها امتصاص، ودي كده تاني عمليه وهي عمليه الابزوربشن او الامتصاص. قبل بقى الاحماض الامينيه دي ما تتوزع لخلايا الجسم كله والدوره الدمويه لازم تعدي على الكبد الاول. ودي مش الاحماض الامينيه بس، اي حاجه بتدخل جسمك او بتاكلها سواء اكل او ادويه او مكملات لازم تعدي على الكبد الاول قبل ما تتوزع على الدوره الدمويه عشان تروح لخلايا الجسم كله. طيب الاحماض الامينيه دي بقى وصلت من الامعاء الدقيقه لحد الليفر او الكبد، هيحصل ايه بقى؟ اول حاله لو الكبد فيه كميه جلوكوز او جلايكوجين كافيه، الكبد هيحول الاحماض الامينيه دي لبروتين تاني الجسم يستفاد منه عن طريق عمليه البروتين سينثيسيس.
عملية تخليق أو تصنيع البروتين. طيب والحالة التانية بقى لو الكبد ما فيهوش جلوكوز أو جلايكوجين كافي، إيه اللي هيحصل؟ جزء من الأحماض الأمينية دي أو الأمينو أسيد هتتحول لبروتين الجسم يستفاد منه زي ما قلنا عن طريق عملية البروتين سينثيز، وجزء تاني الكبد هيحوله لجلوكوز أو سكر يعوض النقص اللي كان حاصل فيه من الأول، لأن الجلوكوز هو مصدر الطاقة الأساسي للجسم بالذات خلايا المخ، والمصدر الوحيد للطاقة بالنسبة لخلايا كرات الدم الحمراء. عشان كده بنقول في معظم الحلقات ما ينفعش تقطع كرب، ما ينفعش تقطع نشويات، ما ينفعش تقطع رز وعيش وشوفان وبطاطس أو بطاطا، ما ينفعش تقطعهم. جسمك ذكي جدا، هيحول النقص فيهم ونقص الجلوكوز ده هيحوله من أي مصدر تاني. يعني أنت مثلا ما تفرحش لما الدايت بتاعك يكون كله بروتين بس، بالعكس أنت ضيعت مصدر مهم من الأكل. الأكل عبارة عن 3 مصادر: بروتين وكرب أو نشويات ودهون. ما ينفعش مصدر منهم كامل تشيله، ما ينفعش. جسمك ذكي جدا، ممكن جوه يحول اي حاجه لاي حاجه، ما عدا طبعا لو تفتكر قلت لك في اول الحلقه، ايوه، 9 احماض الامينيه الاساسيه اللي الجسم ما يقدرش يصنعها فلازم ياخدها من مصدر خارجي، من اللحوم والاسماك والبروتينات عامه. طيب وعشان ما نطولش الحلقه دي اكتر من كده، استنوا في الفيديو الجاي هنقول مع بعض كميه البروتين اللي الجسم محتاجها قد ايه لكل شخص، سواء انت كنت بتتمرن او مش بتتمرن او بتعمل مجهود معين في اليوم او مش بتعمل اي مجهود. ان شاء الله استنوا الحلقه الجايه هنشرح فيها كل الكلام ده. وبس كده، دي حلقه النهارده. لو عندك اي سؤال اكتبها في الكومنتات تحت، وما تنساش لو عجبتك الحلقه تعمل لايك وسبسكرايب وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكتر عدد ممكن وكله يستفاد. وما تنساش جيت فيت وذ دكتور فيت. استنوا الحلقات الجايه.